فتحت صندوق مرعب لقيته في بيت جدتي وندمت. محدش قال لي ان في حاجات لما تفتحها عمرك ما تقفلها تاني. وانا لما فتحت الصندوق ده ما كنتش اعرف اني فتحت باب الجحيم على نفسي. بعد وفاة جدتي ورثنا بيتها القديم اللي في اخر المدينة. البيت ده كان مهجور من سنين والناس بتقول عليه ملعون. انا ما كنتش بؤمن بالكلام ده لحد اما دخلته. وانا بنضف البدروم لقيت صندوق خشب صغير عليه نقوش غريبة كده ومقفول بسلسلة مصدية. الصندوق شكله كان قديم جدا وريحته كانت كأنها ريحة قبر مفتوح بقاله سنين. وبالليل لما الكل نام أنا فتحت الصندوق. جواه ما كانش فيه فلوس ولا مجوهرات، كان فيه دم ناشف على قطعة قماش وصورة قديمة لطفل ملامحه مش طبيعية، وجواب مكتوب فيه: لو فتحت الصندوق لازم تكمل. أنا سبت الصندوق وقفلت الباب، بس من اللحظة دي كل حاجة اتغيرت في البيت. البيت بقى فيه صوت أنفاس جاية من كل حتة. كل ما أغمض عيني أشوف الطفل اللي في الصورة واقف عند باب الأوضة وفي مرة صحيت من النوم على صوت جرس الباب. فتحت ما لقيتش حد، لكن لقيت نفس الصورة محطوطة على الأرض بس بملامح متغيرة. الطفل فيها كان بيبتسم، بس المرة دي سنانه كلها مسنونة زي المسامير. حاولت أحرق الصندوق لكنه ما كانش بيتحرق. كل ما ارميه ألاقيه تاني يوم تحت السرير. وفي آخر ليلة صحيت على صوت بيقول: كمل اللعبة أو نستدعيك بدلنا. أنا دلوقتي سايب البيت، بس الصندوق هو لسه معايا ومكتوب عليه كلمة جديدة: الدور عليك.